كوارث حاليا بتحصل، والحقيقة ربنا يستر على مصر من اللي جاي، وضروري انت لو مصري تركز في الكام كلمة اللي جايين علشان اللي جاي مش مبشر بالخير اصلا. العلاقات حاليا بين مصر والبعدة بتشهد اعلى معدل للتوتر من حرب 73، واللي يكفيني ان انا اقول لك انك ممكن في الساعات او في الايام اللي جاية نكون على حافة صدام عسكري حرفيا ما بيننا وما بين البعد. في اليومين اللي فاتوا على حسب تقارير صحفية امريكية مطلعة، البعدة وجهوا اتهامات خطيرة جدا لمصر، واللي قالوا فيها ان مصر بتبني بنية عسكرية هجومية كبيرة جدا في سيناء، وبتنقل اسلحة تقيلة ومتطورة للمناطق دي، اللي المفروض ووفقا لاتفاقية السلام المناطق دي منزوعة السلاح، وطلبت رسميا من امريكا التدخل ضد مصر، وده على حسب كلامهم علشان توقف اللي بيحصل، علشان ما يحصلش تصعيد وتهديدات للامن في المنطقة. طيب ايه تفاصيل الموضوع ده، وليه الاتهامات دي بالذات تعتبر اكبر تصعيد بين القاهرة وبين البعد، وده من سنين طويلة حرفيا؟ شوف يا عزيزي، حسب موقع اكسيوس الامريكي ووفقا للاعلام العبري، فنتنياهو سلم لوزير الخارجية الامريكي لما كان بيزورهم هناك اليومين اللي فاتوا قائمة باتهامات خطيرة جدا ضد مصر. قال لك ان القاهرة بتحشد حشود عسكرية كبيرة جدا في سيناء في مناطق المفروض انها منزوعة السلاح، وبتبعت تعزيزات وتشكيلات وقوى بشرية وعسكرية للمناطق دي، وده بيمثل تهديد مباشر لينا وانتهاك صريح لاتفاقية كامب ديفيد. ايوه، نفس اتفاقية كامب ديفيد اللي كانوا بينتهكوها خلال السنة اللي فاتت عن طريق انهم دخلوا محور فيلادلفيا وقعدوا يلفوا فيه رايحين جايين بالدبابات والاعلام، وبرضه نفس الاتفاقية ديت اللي ما التزموش بيها لما سيطروا على معبر رفح من الجانب الاخر. نتنياهو قال في تفاصيل الاتهامات اللي مقدمها ضد مصر لواشنطن مزاعم بان الجيش المصري وسع مدارج قواعد جوية في سيناء، وده على حسب كلامه وعلى حسب تقارير صحفية قال علشان المدرجات دي تستوعب كم اكبر من الطيارات الحربية الهجومية الحديثة. وقال برضو ان الجيش المصري بنى منشآت سرية تحت الارض وفي مناطق قريبة من الحدود بيعتقدوا انها هتستخدم لاطلاق صواريخ باليستية، على الرغم ان ما عندهمش اي دليل خالص على الكلام ده. المفاجأة بقى ان وزير الخارجية الامريكي كان على برنامج الزيارة بتاعته، وده وفقا لتقارير صحفية، انه يسمع للاتهامات دي وينقلها مباشرة للقيادة الامريكية المتمثلة في ادارة ترامب، واللي شايفة ان الملف خطير وانها مش هتسيب الموضوع ده يعدي بسهولة. طيب يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني بكل بساطة يا عزيزي، امريكا ما بقتش مجرد وسيط محايد، لا دول اصبحوا دلوقتي وسيلة ضغط على مصر لصالح البعد. لكن مباشرة بعد ما كل التقارير دي انتشرت والاتهامات دي انتشرت، ذكرت جريدة الاخبار اللبنانية، وده على حسب تقارير نشرته الجريدة اشتمل الاتي: انها قالت ان وفقا لتصريحات من مسؤول عسكري رفيع المستوى مصري، واللي نفى كل الاتهامات دي واعلن استياء مصر من كل الاتهامات الموجهة ضدها، وبيقول ان واشنطن اصلا ما فتحتش الملفات دي مع مصر مؤخرا. كمان حسب التقرير اللي صدر عن صحيفة الاخبار اللبنانية، واللي قال ان محاولة التهجير لداخل سيناء هو تهديد صريح ورسمي للامن القومي المصري. طيب نفهم من الكلام ده كله والتقارير دي كلها ايه؟ الخلاصة يا عزيزي ان الوضع حاليا غير مطمئن وغير مبشر بالخير. الوضع حاليا واصل لمرحلة الغليان. تقرير اكسيوس ذكر تفاصيل مهمة جدا او نقطة مهمة جدا، ان ما حصلش تواصل او اتصال رسمي ما بين الرئيس السيسي وما بين رئيس الحكومة هناك من يونيو سنة 23، وده معناه ان بقالنا سنتين تقريبا ما فيش اي تواصل رسمي او دبلوماسي، وده على مستوى القيادات، وكل الرسائل والخطابات المتبادلة ما بين الطرفين فعبارة عن تنديدات واتهامات وتحذيرات. ويبقى السؤال الاهم: هل فعلا بعد كل الكلام اللي ذكرته لك النهارده ده احنا واقفين على اعتاب حرب جديدة، ولا التصعيدات دي هتتلم آجلا ام عاجلا؟ سواء حصل مواجهة او ما حصلش، فكلنا 100 مليون مصري واقفين ورا الجيش المصري. فضروري انك تفهم ان المرحلة اللي انت فيها دي مش زي كل المراحل اللي فاتت، اللي طول الوقت بيشككوا في الجيش المصري وبيضعفوا من قوته قدام الناس على السوشيال ميديا. لو دورت وراهم والله عمرك ما هتلاقيهم مصريين، ايا ما كان اختلافك مع سياسة الدولة المصرية او مع قيادتها. فاعتقد انه لا من مصلحتك ولا مصلحة اي مصري انه يشوف بلده بتتهدم او بتتدمر قدام منه ويبقى مبسوط علشان هو بس عنده خلاف مع الرئيس السيسي او مع القيادات اللي موجودة. اقف جنب جيش بلدك وخلي عندك اولوية واحدة بس:
مصر اولا. في النهايه ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. ادعوا لمصر كتير. بس كده.